الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. هذا هو الواقع والحال عندنا في كثير من قرى ومدن السودان، قباب وأضرحة وقبور تعبد من دون الله عز وجل، وهذا هو الواقع أمام الناس. قباب يعتقد فيها النفع ويعتقد فيها الضر، ويعتقد في أصحابها أنهم ينزلون الأمطار من السماء، وأنهم يهبون الذرية والولد من دون الله عز وجل، وكل هذا شرك وكفر بالله، لأن الله عز وجل يقول: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. الكباب دي اللي قدامكم دي اللي شايفينها دي، الناس بيجوا هنا، النساوين والرجال والأطفال والشباب والأولاد والبنات، بيعتقدوا إن أصحابه بنزلوا المطر عديل. المرأة اللي ما عندها جنة وتزوجت لها سنين ما ولدت تعتقد إنه صاحب القبة دي أو كلهم بدوا الجنة من دون الله، ويتوكلوا عليهم من دون الله. وربنا قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وكذلك يستغيث بها من دون الله، ويقول الله عز وجل: وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. فربنا هو الذي يستغاث به، ما أصحاب القباب والأضرحة، ويدعوها من دون الله، يخلوا ربنا الخلق الكون، الخلق السماوات، الخلق الأراضين، الخلق الجبال والأشجار والأحجار والأنهار والإنس والجن والدواب، يخلوا ويدعو ديل من دون الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار. وقد قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أحد دي تشمل الأنبياء، تشمل الرسل، تشمل الأولياء، تشمل الصالحين. ربنا قال كلهم ما تدعوا من دون الله، لأنه قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أما حكم البناء على القبور وتشييد هذه القباب فهو محرم، وأصحابها عموما شرار الخلق عند الله، ده الحكم العام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: شرار الخلق عند الله من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. وأصحاب القباب والذين يشيدون القبور ملعونون، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها، يعني على القبور، المساجد والسرج. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى. ليه؟ اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبر النبي عليه الصلاة والسلام، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، عشان ما يعبد من دون الله، كما هو الحال والواقع أمامنا الآن تشاهدون. هذه قرية أبو حراز من قرى أواسط السودان من الجزيرة، وهي من أكثر القرى التي فيها قباب وأضرحة وعبادة لغير الله عز وجل. وسبحان الله، الناس لو كلها اتجهت لله وكسرت القباب والأضرحة دي، كسر الحاكم خلاص، والتجوا إلى الله سبحانه وتعالى وربطوا قلوبهم بالله سبحانه وتعالى، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ربنا قال: ولو أن أهل القرى آمنوا